السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محبي قناة شيوات فاتحة مرحبا وألف مرحبا ومرحبا بالناس الجداد. اليوم إن شاء الله كما ترون غادي نقدم معكم الفريزي، كتجي ولا أروع بواحد الطريقة غزالة ما شاء الله، بواحد الجينواز كتجي خفيفة وسهلة ورمشتعين توجد. غادي ناخدو 4 ديال البيضات على حرارة المطبخ، أرزل التنسيم، طريقة ديال الملحة، 120 غرام ديال السكر و 120 غرام ديال الدقيق. وطبعا هذا هو المول فاش غادي ندير 24 على 24 مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق. في اول وهله غادي ناخذوا البيض، نديروا الملحه ونديروا ارزل التنسيم ونضربوه مزيان مزيان، ونزيدوا السكر دفعات على حساب 3 ديال المرات. طبعا كاس ديال العنبه كاس قله ربع. المهم من الاحسن انكم تعبروه بالجرام من الاحسن. من بعد ما ضربناه كما شفتوا حتى دارنا الخليط ضاعف الحجم ديالو، ونزيدوا الدقيق مغربل شويه مور شويه، ما نديروا لا زيت ولا خماره ولا حتى شي حاجه. كما راكم تشوفوا تبارك الله، يعني راه طلعت ما شاء الله. الدقيق حتى هو نزيدوه بدفعات. من بعد ما نساليوه غادي نكبوه مباشره في المول ديالنا وندخلوه الفران يكون مسخن من قبل على درجه 170 من التحت ومن الفوق، يعني طيب على حساب طابت على حساب 15 دقيقه اللي عطيت لها ديال الوقت. من بعد من حليت عليها لقيتها طابت ما شاء الله. من بعد نخليوها تبرد ونديروها نحيدوها كما شفتوا ها هي جات ما شاء الله. نمشيو دروك نديرو كريم باتيسير. غادي ناخذوا نص لتر ديال الحليب مع ارزل التنسيم والسكر حسب الذوق. انا درت تقريبا 4 ديال الكيسان، ونديرو هنا 4 ديال المعالق كبار يكونوا عامرين ديال الكريم باتيسير. المهم الواحد يزيد معهم واحد المعلقه ديال المايزينا من الاحسن، حيت انا جاتني شويه خفيفه واستهزيت عليها. المهم غادي نوري لكم التكستير نتاعها في الاخير. من بعد ما درتها فوق النار مع التحريك المستمر حتى عقدت، غادي نجيب هنا 100 غرام ديال الشوكولات الابيض نزيدوها. من بعد نكبوا عليها كما راكم تشوفوا، غادي نكبوا عليها الكريمه وهي سخونه طبعا، ونخلطوها مزيان باش يعني تنسجم، ونغطيوها ونخليوها تبرد. شحال ما بردت يعني من الاحسن. من بعد ما بردت مزيان كما راكم تشوفوا، شفتوا هنايا الا لاحظتوا انا ما جاتنيش شاده راسها مزيان مزيان، يعني خصكم ديروها شاده راسها مزيان. ومن بعد غادي نجيب هنايا ما يكفيني من الكريمه. خديت هنا 400 ملي ديال الكريمه، 35% من المواد الدسم فيها. نزيد عليها ارزل التنسيم بلا ما نديرو السكر، يعني تقريبا درت غير 1-2 معالق، يعني ما كثرتش ديال السكر كلاصي. من بعد هنايا غادي نزيد غير نص كما راكم تشوفوا ديال الكريم باتيسير، حيت جاتني بحال شويه جاريه. من بعد غادي ناخذ هنايا الفرomboise او تقدروا ديروا الفريز، وناخذ واحد 4 كاس ديال الماء ونردو يطيب. هذا باش غادي ندير الكلاصاج من الفوق. من بعد نطحنو ونصفيه. طبعا طاب على حساب واحد 10 ديال الدقائق، وها هو الكولي ديالنا موجود. نقسموا الكيكه نتاعنا من بعد ما بردت، او الجينواز من بعد ما بردت. هنا خدمت الموس وزدت الخيط، من الاحسن تكملوا بالموس. من بعد زدت درت هنايا النص التحتاني نديرو لتحت، عفوا النص اللي الفوق ديرتو لتحت. من بعد كما راكم تشوفوا غلفتو، حيت عندي الاطار شويه هاود، غلفتو دهنتو بالزبده وغلفتو بالكاغط. من بعد غادي نستفوا الفريز على الجنب كامل. من بعد هنا درت كاس ديال الماء مع نص كاس ديال السكر وطرونش ديال الحامض، ورديتهم طابو، وراني نديرهم يعني نسقي بهم يعني حتى بردت. من بعد كما شفتوا درت مع الجناب باش تشد لي في هذاك في الفريز ويجيني الوجه تاعها مزيان. زدت الكريمه في الوسط، ومن بعد درت الفريز ودرت شويه ديال الكولي
هذاك اللي خدمت به. نزيد شويه ديال الكريمه، نسيت بلا ان عندي يعني غير كوش واحد يعني، وزدت هذاك الفريز اللي بقى. ومن بعد ندير الطبقه الثانيه، من بعد نسقيها حتى هي باش تجيني رطبه وتجي زوينه، يعني ساهله ماهله. ومن بعد نديروا الكريمه مع الجناب وندخلوها مزيان مع الجناب باش يعني تتعمر وتجينا يعني مقاده كما شفتوا في اول الصوره. ونديرو في الوسط، ومن بعد نديروها بستاتي مزيان باش تجينا مقاده. ونديرو مع الجناب بهذاك مسنن هذا الشكل هكا، يعني يبقى لكم التزيين اختياري. من بعد هنا داك الكولي جاني قليل، غادي ندير هنا كما راكم شفتوا جولي اللي عنده تاع الفراز يدير تاع الفراز، واللي عنده تاع الفرامبواز يدير تاع الفرامبواز. انا هنا كان عندي تاع التشين، وزدت معاه طبعا هذاك الكولي ديال الفرامبواز اللي كان عندي طبعا، وزدت معهم كاس ديال الماء. ومن بعد خلطتهم مزيان وخليتهم سخنوا مزيان. كما تعرفوا الجولي انه يعني يجمد، بردته شويه وكبيته مباشره فوق هذيك فوق الكيك. وهنايا جبت عجينه السكر وغادي ندير يعني كما شفتوا درت غير نص، الحقيقه ما شاطليش يعني شونتي، قلت نكمل بهذا الزواق هذا. يعني هاد الفريزيه تقريبا كملت غير ومن بعد كما شفتوا هذا هو التكستير نتاعها. كان باقي لي جوج جهات ما كملتهمش، وغادي نكملهم بهاد التزويقه هذه اللي زوقتها. شفتوا ما شاء الله يعني غادي تجي زوينه. هنا نقطع الحساب اللي بقى لي متما ونلصقو حتى هو. ومن بعد ما يعني كنت دخلتها للثلاجه تا بردت مزيان، ومن بعد نزوقو الفريز نديروه مختلف هكا. يعني التزيين يبقى اختياري. هنايا جبت واحد داك درت شي وريضات لصقت فيهم حبيبات ديال الحلوى هكا صغيره جات بحال وريضه، وزدت حبات ديال التوت الاسود صافي. وها هي ما شاء الله يعني جات رائعه رائعه رائعه. وحتى في المذاق نتاعها يا سلام جات لذيذه. نتمنى انتم تجربوها، راها كتجي ولا اروع. وحتى في المنظر نتاعها احسن بديال الزنقه 1000 مره صراحه. وتعرفوا يعني اشكليتو، وطبعا المده الزمنيه حتى هي تحدد الكيكه واش يعني زوينه ولا لا. المهم كما راكم تشوفوا غادي نقطعها قدامكم وتشوفوها من الداخل وانتم غادي تحكموا. نتمنى ان شاء الله تابعوني، واللي ما دايرش ابونا ويفعل الجرس باش يبقاو يوصلوه جميع يعني فيديوهاتي. وها هي ما شاء الله كما شفتوها لذيذه الصراحه وغزاله وهشيشه وحده هشيش ما شاء الله. والى اللقاء في فيديو